عندي هنايا 2 البيضات، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا رشه ملح لتعديل الذوق، عندي هنايا نص كاس ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد وشنو كيبغي، حيت غادي نزينوها بالشوكولاط، يعني ما غاديش حاولوا الا بغيتو تنقصوا من الحلاوه ماشي مشكل، بغيتو ديروا كاس ديال السكر ديروا الكاس. انا حيت غادي نزين بالسكر بالشوكولاط درت نص كاس ديال السكر. عندي هنايا كاس ديال الحليب، صافي غادي ندير الكاس الاول ديال الدقيق، غادي ندير معاه 2 ساشيات ديال الخميره من فئه 7 غرام، غادي ندير هنا 1 ساشي ديال الفاني. صافي غادي نستمر بالتحريك. درت الكاس الاول، غادي نحركو مزيان، وعاد من بعد غادي ندير في الكاس الثاني تدريجيا حتى نحصل على الخليط اللي كنرغب فيه. هنا غادي نضيف الكاس الثاني غير شويه بشويه، حيت على حسب النوعيه ديال كل دقيق نشوفوا شحال غادي نحتاجو. مازال غادي نزيد، يعني هنايا بحال درت 2 ديال الكيسان. عندي هنايا 1 المعلقه ديال الخل، كتعطي واحد الهشاشه للكيك زوينه. صافي غادي نخلط مزيان، هانتوما القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. هنا خديت واحد اللاطه انا دهنتها بالزبده، غادي نكب فيها الخليط ديالي كامل. الا كانت عندكم لاطه كتلصق غادي دهنوها بالزبده ولا بالزيت وترشوها بالدقيق ولا تفرشوا لها بابي كويسون. انا عندي اللاطه ما كتلصقش، يعني غندير لها غير الزبده، يعني دغيا كتحيد لي منها الكيكه ديالي، ما كتلصقليش دغيا. صافي غادي نسرحها على الاطراف كاملين بحال هذا الشكل. غادي ندخلها للفران طيب، ما غاديش تاخذ لي شي وقت بزاف، شي 20 دقيقه تقريبا. غادي نشعل عليها غير من التحت حتى نحس بها بدات كتحمر وغتطلع ديك الريحه. صافي ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق غير شويه، يعني ماشي بزاف باش ما تجيناش مقرقشه وتيبس لنا. ومن بعد نرجع نكمل معكم باقي التحضير. بعد ما طابت ليا خديت غير واحد اللون ذهبي، ما تخليوهاش يعني في الفران بزاف باش ما تقصحش معاكم. هنا غادي نقسمها انا على 2، غادي نشوف النص ديال الكيكه ديالي، غادي نقسمها على 2. من بعد ما قطعتها على 2 نتوما كتشوفوا انا ما يعني قلت لكم اللاطه عندي مزيانه ما كتلصقليش. غادي نحيد الطرف الاول وغادي نحيد الطرف الثاني. هنا غادي نقلبها، يعني هذا هو الوجه اللي كان عندي، غادي نقلبها على الوجه الاخر اللي كان عندي لتحت. غادي ناخذ غير شوكولاته ديال الدهن عاديه، يعني اللي كندهنوه في الفطور، غادي ندهنها كامله. استعملوا اي نوعيه ديال الشكلاط اللي عندكم.
بغيتو تذوبوا الشكلاط يعني ديال الحلوى وتخدموا به، خدموا به، يعني كنهضر لكم على حسب اللي متوفر عندكم تخدموا به. هنايا من بعد ما دهنتها كامله غادي ناخذ الطرف الاخر كي قلت لكم، هذه التحتانيه الوجه التحتاني غادي نديروه على الشكلاط، غادي نديرو هذا الوجه اللي كان الفوق صافي. غادي نثبتها عليها هكا، نحاول نقادها. هنايا من بعد ما صوبتها غادي نحاول نقطعها على جوج، غادي نعطيها الشكل ديال الميريندينا. صافي من بعد هنايا غادي نعطيها عاوتاني، غادي نقطعها بحال هكا. بعد ما كملت تقطيع ديال الكميه اللي عندي هنا كامله، خديت واحد الكاسرونه درت فيها الشكلاط حتى هو غير ديال الدهن، يمكن تستعملوا كالا اللي بغيتو. درته في حمام مائي صافي. وغادي ناخذ واحد الفرشيطه بحال هكا باش تساعدني في الخدمه. غادي نبقى ندوز على الميريندينا ديالي الشكلاط كامل هكا. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نرجع نوريكم الشكل النهائي. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله دخلتها للكونجيلاتور واحد شويه على حسب الصهد. دابا يعني راكم عارفين الخدمه ديال الشكلاط دغيا انتي كتخدمي به هو كيزيد يسيح اكثر. منين كملت الكميه دخلتها للمجمد واحد شويه حتى شدت راسها. هنا خديت الشكلاط ذوبته مع الحليب صافي. غادي نبقى نعطيها واحد الخطوط بحال هكا ديال الميريندينا. الشكل النهائي ديال الميريندينا ديالنا غادي نقطع معكم وحيده. كتجي لذيذه بزاف. انا ولادي ذاقوها وعجبتهم بزاف. ونتمنى نتوما تجربوا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.